ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا مريم ودي قناتي مطبخ الشيف مريم. النهاردة حبايبي هنعرف مع بعض ازاي نحول القشطة اللي عندنا في البيت لزبدة. هنا انا عندي 4 كيلو قشطة، كنت مخزناهم عندي في الفريزر على مراحل. من بقى وش الحليب اللي بغليه عندي في البيت، او وش اللبن الرايب اللي بعمل منه الجبنة القريش زي ما عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. هنا بقى حبايبي عندنا طريقتين تحوليها بيهم لزبدة. اما تلفيها في العجان، ودي طبعا اسهل واسرع، ولو ما عندكيش برضو مش هنغلب، هنعمل زي ما كان أهالينا زمان بيلفوها بإيديهم، بس بتبقى مجهدة شوية. بس في الآخر الطريقتين بيطلعوا أحلى زبدة طبيعية ممكن تاكلوها في حياتكم. هنا بقى حبايبي أنا فرغت نص الكمية في العجان، وهستخدم معاهم سلاح الكي، وهنشغله في الأول على سرعة فوق المتوسطة. في ملحوظة حبايبي حابة أقولها لكم، إن ضروري تكون القشطة باردة، يعني تكون يدوب فكت من تجميدها، علشان كل لما تكون باردة بتفصل الخضة بتاعتها بسرعة وتتحول لزبدة على طول أسرع. حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، وأكيد طبعا تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني إني أستمر. صدقوني حبايبي كل حاجة بتتعمل في البيت بيبقى فيها بركة، وبيبقى ليها طعم تاني خالص وأحلى بكتير من اللي بيتجاب من بره، ده غير إنها بتبقى أوفر بكتير. هنا بقى حبايبي من آن للتاني بساعد العجان وأنزل القشطة اللي في الحروف لجوه علشان تلف مع باقي الكمية. صدقوني حبايبي ده بيبقى إحساس جميل جدا إنك بتعملي كل احتياجات بيتك بإيديكي وبتملي بيتك بالخير، ده بجد شعور ما يتوصفش من حلاوته وجماله. ولو انتم ملاحظين يا حبايبي إن بعد فترة بسيطة من اللف هتلاقوا القشطة تقلت وتماسكت وبقت عاملة زي الكريم شانتيه. نستمر ونكمل برضو في اللف لغاية لما نوصل معاها للمرحلة النهائية. وصدقوني الموضوع سهل خالص وأبسط مما تتخيلوا، وفي دقايق معدودة هتلاقيكي مخلصاها. هنا بقى حبايبي بدأت تخرز وتتكتل وتقرب أكتر لتحولها للزبدة، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بدأت تسيب من السلاح ومن جدار الحلة وتفرول كده جوه حلة العجان، ولونها في المرحلة دي يا حبايبي بيتحول من اللون الأبيض للون الكريمي، وكل مادة يا حبايبي الفرولة بتاعتها بتزيد أكتر وأكتر. بتبدأ بقى يا حبايبي تنزل في المرحلة دي الخضة بتاعتها، بس يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تبطئوا السرعة في المرحلة دي برضو علشان الخضة ما تخرجش بره الحلة زي ما حصل معايا كده ونسيت أبطئ السرعة. هنا بقى حبايبي كده خلاص الزبدة فصلت عن الخضة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، تمام كده. هنا بقى حبايبي في المرحلة دي نبدأ نكورها في ايدينا كده كور، ونعصر الكور دي كويس من بقية الخضة اللي لسه فيها. اهو شايفين ازاي بكبسها في ايديا كويس وعصرها عشان انزل كل الخضة اللي جواها، وكل ما نعصرها اكتر وتنزل الخضة اكتر ما تغيبش معانا في الوقت واحنا بنسيحها على النار علشان نحولها لسمنة. وانا عاملة معاكم قبل كده حبايبي فيديو تسييح الزبدة وتحويلها لسمنة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي التعليقات. هكمل بقى حبايبي بقية الكمية
وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبكده يا حبايبي وصلنا للنتيجة النهائية. طلع لنا خضة أو زي ما بيسموها باتر ميلك، ودي بقى يا حبايبي جميلة جدا لما بتدخل في كل المعجنات زي الكيكة والبيتزا والقرص الفلاحي الطرية وغيرهم، وبتبقى نتيجتها ممتازة جدا معاهم. ودي يا حبايبي الزبدة بعد ما عصرناها من كل الخضة اللي جواها، هنحطها بقى على الميزان ونشوف صفت قد ايه. طلعت تقريبا 2 كيلو و800 جرام، والطبق بتاعنا وزنه 100 جرام، يعني تقريبا صفت 2 كيلو و700 جرام. كده وصفتنا خلصت، أشوفكم على خير في فيديو جديد.